الحكم على 30 مصري في السعودية بالإعدام. تعالى اسمع. طبعا كلنا سمعنا عن موضوع ال30 مصري اللي محكوم عليهم بالإعدام في السعودية، وفي 3 اتنفذ منهم الحكم أول امبارح. الله يرحمهم ويسامحهم ويصبر أهاليهم إن شاء الله، ويرحم الباقي اللي لسه طبعا ما اتنفذش فيهم الحكم. انا شايف بقى كومنتات كتير جدا، اللي بيقول حرام السعوديه تهدمهم، اللي بيقول نزلوهم بلدهم، وطبعا كلام كتير جدا. هنا في السعوديه بيقيموا الشرع على اي حد، سواء سعودي سواء مصري سواء يمني سواء هندي سواء بنجالي سواء فرنسي سواء ايطالي، اي حد اي جنسيه في العالم بتخطئ بيقيموا عليها الشرع. طبعا في الموضوع ده في ايه بقى؟ في قضيات المخدرات. وطبعا ال 30 مصري اللي محكوم عليهم في المخدرات دول طبعا مدخلين كميات كبيره جدا 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 للسعوديه. فهو الموضوع مش ان هو مثلا كان بيتعاطى او بيبيع، لا، ده مدخلين كميات كبيره للسعوديه.